استريحت؟ ده كان لازم يمشي، ما كانش لازم يجي اصلا عليه. والله ما كان لازم يجي يا فاروق. انا ما اعرفش، هي فلوسنا كتير، واللي بيختار ده بيختار بناء على ايه؟ يعني انا نفسي حتى لو انت اخترت غلط تعمل له شرط جزائي كده. احنا لسه شفنا حاجه منه عشان نعمل له شرط جزائي يكتفنا احنا كمصريين، مش تسيبنا باللي احنا فيه. وبعدين تمشي دلوقتي، هو مشي هياخد كام؟ انت بتقول لي هياخد 800,000 يورو. ما هو عنده الشهر اللي هو اشتغل فيه ده، صح؟ واخد بال حضرتك؟ والثلاث شهور 200 كل شهر 800. طب حد بقى ايده تعباه من اللي هو مضاه وعمل له الشرط الجزائي وجابه دفع جنيه؟ مين اللي بيدفع؟ مش حرام؟ واحنا مش لاقيين ناكل اصلا؟ حرام ولا حلال؟ وهو كمان اقسم بالله ما يفرق عن اي حد من هنا في الدرجه الثالثه. هو متمسك كمان بالشرط الجزائي طبعا. ده في ميغا، ده ميغا يا عم الحق. هو ده كان جاي النادي الاهلي ب 100,000 دولار. ينط النطه دي، ده لازم حساب، لازم يتفتح الملف ده كتير كمان. ايه؟ المية كتير. اقسم بالله ما ياخد 100 جنيه، اقسم بجلاله الله. ويمين يحاسبني عليه ربنا. ده مش فاهم حاجه في اي حاجه، ولا يعرف ولا طلع لعيبه ولا عمل طريقه لعب ولا شفنا منتخب ولا شفنا مدافعين ولا شفنا نص مال. يا راجل يا راجل، ده اللي جابه ده لازم يتحاسب ولازم يتفتح ملف. وبعد كده انت لسه بتقول حاجه يعني الى حد ما بالنادي بيها من زمان على مدرب الزمالك اللي جه. حقق الاول وبعد كده نبدا نحط لك الراتب. هتقول لي ما حدش يجي عنه ما جه. لا، هو النادي الزمالك حاطط له شروط يا كابتن، انه لازم يكسب لي كذا وكذا وكذا، حاجات امور معينه عشان ياخد شرط جزائي وياخد المبلغ. لو انت ما حققتش انا هسيبك، انت هتاخد فلوس طبعا، مرتبك هتاخده ماشي. لو ما حققتش وانا قلت لك امشي، ما دام انت ما حققتش ده خلاص سلام عليكم. بس برضه المفروض ان انت لغايه ما تبين لي كرامه هتاخد نص مرتبك اللي لا دي مش موجوده يا كابتن، عشان بس انا ما قلتش كده. لا انا اللي بقول لك، انت بتقول انا بقول لك مفروض. واخد بالك؟ واللي يخفق الفلوس كمان اللي هو خدها يرجعها. والله العظيم مين في العالم بيعمل كده يا عم؟ انت هنا دلوقتي في مصر هم بيتمنوا. لان طب انت تعرف المدرب اللي جاي للزمالك ده كان مين؟ تعرفه فين؟ لا هو ده عنده سي في، ضرب في الدوري السعودي مثلا. ده كفايه ان هو من البرتغال. واخد بالك؟ ما هو واللي كان قبليه في النادي الاهلي سواريش كان منين؟ وعمل ايه؟ برتغال. تقول لي برضه سي في؟ طب ما انت هات هنا في مدربين صعدوا فرق من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى للدوري الممتاز. مش ده عمل سي في؟ وده محقق انجازات اهو. طب ليه ما بنقولش على الناس دي؟ ولا احنا اللي بره حلو قوي عشان ان هي بتبقى المصلحه حلوه والدولارات لما بتعلى احنا يعني حاجه بتبقى مش عايز اكمل بقى، يعني انت فاهم. المهم انت استريحت. ايدو ناري كلام مهم جدا جدا من رضا عبد العال ورد فعله بعد اقالة فيتوريا حاجات كتير جدا 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 هنتكلم فيها. لكن تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. رد فعل رضا عبد العال قوي جدا جدا جدا. قوي جدا 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 بعد إقالة فيتوريا. محمد فاروق بيسأله وقال له انت استريحت؟ لما راح رد عليه اتمنى لايك الفيديو واشتراك في القناة. يلا سلام.